نموذج ديمقراطي يحتذى به، معالمه دستور جديد وتنظيم انتخابات تشريعية. تحولات هامة شهدها المغرب ويواكبها الاتحاد الأوروبي كانت اليوم محط إشادة من الوفد الأوروبي المشارك في أشغال الدورة الرابعة للجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وضمن محاور النقاش الجهوية الموسعة، الفلاحة والصيد البحري. المباحثات إيجابية. تحدثنا عن اللجنة المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وأشدت بالإصلاحات الديمقراطية التي نهجها المغرب والتي تميزت بسلاستها، كما شجعت على المضي قدما في ترسيخ هذا النموذج المغربي. لقاءات رئيس الوفد الأوروبي تواصلت بإجراء مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون. همت علاقات الشراكة المتميزة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب الذي يحظى بوضع متقدم منذ 2008. نحن نحرص على أن تكون هذه الشراكة شراكة مفيدة للطرفين، للشمال وللجنوب. ناقشنا أيضا عديد من القضايا السياسية المرتبطة بالاتحاد المغاربي، المرتبطة بالوضع في مالي، المرتبطة بالوضع في سوريا، والمرتبطة بالقضية الفلسطينية، وعبرنا عن مواقف الحكومة المغربية من هذه الأمور، وكون المغرب حريص على أن يقوم بدور إيجابي في مختلف هذه القضايا بالتعاون مع أصدقائه وشركائه. المباحثات بين الطرفين تناولت أيضا التحديات التي تواجهها المنطقة على المستويات الديمقراطية، الاقتصادية والأمنية.